السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم يا أخوان الكرام. اليوم حل تمارين الفصل الثالث، وطبعا قبل كل شيء اتمنكم اشترك بالقناة زر اللايك حتى وصل كل جديد. سؤال الأول: عرف ما ياتي. عرف الأول: الإخراج هو عملية التخلص المستمر من النواتج والفضلات، وذلك بفصلها عن الأنسجة وسوائل الجسم وطرحها خارج الجسم، التي تجري بطرق وميكانيكيات مختلفة تتناسب وطبيعة البيئة والفعاليات الأيضية لهذه الأحياء. عرف الثاني: الادماع هو عملية طرح الماء الزائد عن حاجة النبات عن طريق الثغور المائية الموجودة في نهايات عروق الأوراق، ويحدث في الليل بفعل الضغط الجذري الموجب، والذي يتسبب بدخل الماء إلى خلايا الجذر. العرف الثالث: الفجوة المتقلصة تجويف محاط بغشاء في سيتوبلازم الكائنات أحادية الخلية تقوم بحفظ التوازن المائي، يطرح الماء الزائد والفضلات إلى الخارج كما في الأميبا والبراميسيوم. العرف الرابع: الخلايا اللهبية هي خلايا مهدية توجد في الجهاز النبيبي البلانريا، تولد ضغطا سلبيا من خلال حركة الأهداب، تسحب السائل من جسم الحيوان خلال فتحات إبرازية. سؤال الثاني: قارن بين الإخراج في دودة الأرض والسرطان. جواب: هذه شكل الجدول لي سويها. تمام. روح سؤال لبعضها. سؤال الثالث: ضع علامة صح جنب العبارة الصحيحة وعلامة خطأ جنب العبارة الخاطئة. نقطتنا الأول: تمتلك الحشرات والعناكب جهازا إخراجيا إنبوبيا متمثلا بنبيبات ملبيجي. العبارة صح. نقطتنا الثانية: الكلية الأولية تكون عاملة في أجنة الأسماك والبرمائيات. عبارة صح. نقطتنا الثالثة: تطرح الكلية في إسماك المياه العذبة العظمية بولا مخففا. عبارة صح. نقطة الرابع: تمتلك جميع الطيور غددا ملحية توجد على السطح الظهري للرأس، وتطرح سائلا ذا تركيز ملحي عال. العبارة خاطئة. ليش؟ جواب: لأنها تمتلك الطيور التي تعيش في مناطق يتعدم فيها الماء العذب تمتلك غدد ملحية. نقطة الخامس: تحتوي قشرة الكلية في الإنسان مليون وحدة كلوية. العبارة صح. نقطة السادس: تتمثل الوحدة الكلوية في الإنسان بتركيب أنبوبي يمتد من القشرة ويفتح في حوض الكلية مارا بمنطقة اللب. العبارة صح. نقطة السابع: يعرف البول بأنه محلول مائي يحتوي على الفضلات الأيضية والتي تؤخذ من الجهاز الهضمي فقط. العبارة خاطئة. جواب صحيح. في الدم. نقطة الثامنة: تشمل عملية تكوين البول مرحلتين، هما الترشيح الكبيبي وإعادة الامتصاص. العبارة خاطئة. ليش؟ جواب: الترشيح الكبيبي. إعادة الامتصاص. الإفراز.
نقطتنا التاسع. يكون تركيز البول في الإنسان أقل بكثير من تركيز الدم. العبارة خاطئة. جواب: أكتر بكثير. نقطة أخير. نقطتنا العاشر. يلجأ القنفذ إلى رفع مستوى الأنسولين لغرض التهيؤ للسبات. صح. تمام. أروح سؤالي الرابع أخير. سؤال الرابع. أكمل تأشير الإشكال الآتية. سؤال رسم. جهاز الإخراج في البلانريا. هذه هو شكل رسم. خلية لهبية. أهداب الخلية اللهبية: نبيب إخراجي، فتحة إخراجية، خلايا نبيبية، إفراز إعادة الامتصاص. تمام. الرسم الثاني. تكوين البول في الوحدة الكلوية في الإنسان. هذه هو رسم. شرين صادر، الكبيبة، شرين وارد، محفظة بومان، الترشيح، إعادة الامتصاص، الإفراز، البول، وعاء دموي محيط بنبيب الكلية. تمام. هذه هو حل أسئلة تمارين الفصل الثالث. وبعد شرح الجزء الثاني من المراجعة بداية الفصل، كلها موجود هنا. العرف. الحليب النباتي هو مادة مستحلبة يختلف تركيبها باختلاف النباتات التي يتكون فيها، وهو يحوي مواد شمعية وراتنجية ومطاطية وزيوت طيارة ومواد بروتينية، وقد يحوي حبيبات نشوية وأحماض عضوية ومواد سكرية، وهو ناتج ثانوي من تحليل الغذاء داخل جسم النبات. عرف الثاني. نبيبات ملبيجي هي نبيبات عورية مغلقة من أحد نهاياتها ذات قطر صغير ينقصها التزويد الدموي، حيث يتم إفراز الأملاح فيها وخصوصا أملاح البوتاسيوم. عرف الثالث. نقطة غدد المستقيم، وهي غدد خارجية تقع في جدار المستقيم في جهاز الإخراج في الحشرات والعناكب، تقوم بامتصاص معظم الماء وأملاح البوتاسيوم من البول في المستقيم. عرف الرابع. الأسماك المياه العذبة تحتفظ بتركيز ملحي للسوائل الجسمية أعلى من تركيز الماء المحيط بها، حيث يدخل الماء إلى أجسامها إزموزيا، بينما تفقد أجسامها الأملاح بالانتشار إلى الخارج. عرف الخامس. الوحدة الكلوية، وهي تركيب أنبوبي يمتد من القشرة ويفتح في حوض الكلية مرا بمنطقة اللب، وتحتوي القشرة لكل كلية على حوالي 1,000,000 وحدة كلوية. عرف أخير. العرف السادس. جسيمة ملبيجي الجسيمة الكلوية تقع في منطقة القشرة وتتكون من محفظة قمعية الشكل تسمى محفظة بومان، يوجد في داخلها كتلة من الأوعية الدموية الشعرية تؤلف الكبيبة. سؤال: كيف يتم الإخراج في الأميبا؟ جواب شكل نقاط. نقطتنا الأول.
يتجمع الماء الزائد داخل حويصلات دقيقة وعديدة حول غشاء الفجوة المتقلصة. نقطتنا الثانية: تندمج الحويصلات مع غشاء الفجوة طارحة محتوياتها المتمثلة بمحلول ملحي مخفف داخل الفجوة المتقلصة. نقطتنا الثالث: تكبر في حجمها كلما تجمع الماء داخلها، وأخيرا تفرغ الفجوة محتوياتها خلال ثقب على السطح، ثم تتكرر الدورة بشكل منتظم. سؤال الثاني: كيف يتم الإخراج في البراميسيوم؟ جواب: نقطتنا الأول: تمتلئ الفجوة المتقلصة. الثانية: تتحرك قرب غشاء الخلية وتطرح محتوياتها من الماء ذو التركيز الملحي المخفف إلى الخارج عبر غشاء الخلية. سؤال الثالث: ما هي وظيفة أعضاء الإخراج في الحيوانات؟ نقطتنا الأول: طرح الفضلات النيتروجينية. نقطتنا الثانية: تنظيم التوازن المائي في الجسم. سؤال الرابع: ما هي الفريديا؟ وما هو تركيبها؟ جواب: التفريديا تمثل جهاز الإبراز الأكثر شيوعاً في الحيوانات اللافقرية، وهي تأخذ شكلاً أنبوبياً مصمماً ليخلص الجسم من الفضلات والماء الزائد. وما هو تركيبها؟ نقطتنا الأول: تركيب قمعي يعرف بالقميم الكلوي، يقع أمام الحاجز الفاصل بين حلقتين جسميتين متعاقبتين. نقطتنا الثانية: يؤدي الفميم الكلوي إلى أنبوبة ضيقة مهدبة تقع في الحلقة الجسمية التالية، وتكون ملتوية من خلال عدة انحناءات، وهي محاطة بشبكة من الأوعية الدموية الشعرية. نقطتنا الثالثة: يتوسع القسم النهائي من الفريديوم ليصبح بشكل مثاني، وثم يستضيق ليفتح في الجهة البطنية بالفتحة الفريدية. سؤال الخامس: ما هي الغدد اللامسية؟ وما هو تركيبها؟ وما عملها؟ جواب: الغدد اللامسية هي عبارة عن تراكيب أنبوبية مزدوجة تقع في الجزء البطني من الرأس. وما هو تركيبها؟ جواب: كل غذة تتألف من قناة صغيرة تؤدي إلى مثانة تفتح في جهتها الأخرى، في نبيب ملتو يؤدي بدوره إلى تيه غشائي ذي لون اخضر، ويحوي شبكة غدية متكونة من أقنية متشابكة. وما عملها؟ جواب: يقوم الجزء الأنبوبي في الغدة بالامتصاص النوعي الأملاح معينة، والإفراز النشط الأملاح أخرى. جزء الثالث: تعليل. تعليل: لا تمتلك النباتات أجهزة إخراج متخصصة كتلك الموجودة في الحيوانات. جواب: لأن أيضا النباتات يعتمد بشكل أساسي على الكربوهيدرات أكثر من اعتماده على البروتينات والنواتج أيض الكربوهيدرات النهائية. تكون إقليسمية من الفضلات النيتروجينية الناتجة من أيض البروتينات. تعليل الثاني: تطرح بعض النباتات مواد صمغية. جواب بها 3 نقاط. الأول: حصل نتيجة حالة مرضية كما في أشجار الحمضيات. الثانية: حصل بفعل الحشرات. الثالث: نتيجة التضرر من مؤثرات ميكانيكية أو فسيولوجية. تعليل الثالث: أن النباتات لا تطرح فضلات نيضية كتلك التي تطرحها الحيوانات كاليوريا وحامض اليوريك والأمونيا، وإنما فقط القليل من الفضلات النيتروجينية. جواب:
لأن النباتات لا تقوم بهضم البروتينات وليس لها فعاليات عضلية كتلك الموجودة في الحيوانات. الثالثة: تسميت الخلايا اللهبية بهذا الاسم. جواب: لكون تنظيمها يشبه لهبا خافتا صغيرا جدا. تعليل أخير: للفقريات أعضاء إبرازية متخصصة. جواب: لكي تتناسب وطبيعة التطور الحاصل في بنية الحيوان الفقري التي تتمثل بالكل. تمام طلاب اليوم، خلصنا تمارين الفصل الثالث. إن شاء لله الحلقة الثانية حل تمارين الفصل الرابع. في أمان الله.